4 نوفمبر عيد الحب المصري. عيد حب السبب فيه جنازة. يوم عيد الحب المصري وهو مناسبة للتعبير عن الحب بين الأشخاص وإظهار الحب ما بينهم، وبتنفرد مصر باليوم ده 4 نوفمبر من كل عام للاحتفال بيه. طبعا ده غير عيد الحب العالمي اللي بيوافق يوم 14 فبراير. وبنسأل ايه الاختلاف بين اليوم ده واليوم ده؟ بيرجع السبب في اختيار اليوم ده قصة بطلها الكاتب الصحفي مصطفى أمين، اللي صادف مشاهدته جنازة معدية قدامه في حي السيدة زينب في نفس اليوم 1974. جنازة مش ماشي فيها حد غير 3 رجالة بس. ولما سأل عن سبب ان اللي ماشيين في الجنازة عددهم قليل، عرف ان المتوفي هو راجل عجوز عنده 70 سنة وما كانش بيحب حد ولا حد بيحب. أطلق الكاتب الصحفي مصطفى أمين من حوالي أكتر من 45 سنة فكرة لتخصيص يوم لعيد الحب في مصر علشان يعمل روح تفاؤل خلال فترة كان بيعاني فيها المصريين حرب ضد الإرهاب والحزن على الشهداء والأزمات اللي كانت طحناهم. واستجاب المصريين لفكرة عيد الحب المصري مستخدمين اللون الأحمر شعار ليهم في اليوم ده، وبيقوموا بتهنئة بعض بقلوب ودباديب وباقات من الورد الأحمر. وحتى مواقع التواصل الاجتماعي بقت تتلون باللون الأحمر اليوم ده. الأهداف السامية من عيد الحب المصري بتستهدف ذكرى اليوم سمو معاني الحب بين أفراد المجتمع، والتخلص من الكراهية المتواجدة في النفوس والرؤية المتشائمة واستبدالها بالحب اللي بيعطي الحياة لون وطعم مبهج وبيخفف ويسند الفرد في وسط صعوبات الحياة. وما بيقتصرش الاحتفال بعيد الحب على العشاق بس، لكن بيغمرنا الحب ده واحنا في أحضان أمهاتنا وأبائنا وحتى أبنائنا وإخواتنا وأصدقائنا المقربين، وفي أحضان وطن آمن مستقر. وكان الهدف من عيد الحب المصري إنه ما يقتصرش الاحتفال بعيد الحب على العشاق بس، لكن إنه يغمرنا وإحنا في أحضان أمهاتنا وأبائنا وأبنائنا والإخوة والأقارب وأصدقائنا المقربين، وفي أحضان وطن آمن مستقر. واجب على الجيران والأقارب إن هم يمسحوا دموع الأمهات والأرامل اللي حزنهم مقطعهم على فراق الحبيب اللي استشهد برصاص الغدر، ويقفوا جنب الآباء والأبناء وأصدقاء الحياة الصادقين المتألمين على فراق الحبايب. عيد الحب اتعمل علشان تعزز فيه مصر مشاعر الحب الإنساني بين أفراد الأسرة الواحدة، وبتجدد عهد الحب والولاء للوطن والوفاء للمعلم. عيد ما بينتهيش بتقديم الهدايا، ولكنه بيعطي قبلة الحياة لإنسانية البشر.